أشرف المدرب الجديد القديم للمنتخب السعودي ناصر الجوهر، والذي تم تعيينه أمس بديلا لبيسيري، وأشرف على تدريبات الأخضر الاستعدادية للقاء منتخب الأردن الخميس. شوهد الجوهر أيضا في اجتماع ثلاثي ضم قائد الأخضر ياسر القحطاني ولاعب الوسط سعود كريري. بالتوفيق لناصر الجوهر، لكن قبل ذلك المهاجمان ياسر القحطاني ونايف حزازي ماذا يقولان عن مدربهما الجديد القديم؟ لا، هو مو مسألة احنا مبسوطين على رحيل المدرب أو مبسوطين على قدوم المدرب، هذه أمور إدارية وأمور تخص المسؤولين بالدرجة الأولى. احنا كلاعبين نثق في جميع من يشرف علينا، سواء كان مدرب بسير أو المدرب القادم الكابتن ناصر الجوهر. بالنسبة لنا احنا كلاعيبة نحترم جميع الطاقم أو الجهاز الفني اللي يشرف علينا. بتعتقد انه شو راح يقدر يعمل الجوهر بهذه الفترة؟ جوهر اكيد انه مدرب قدير ومدرب يعرف دواخل الامور وخبير خصوصا في هذه المراحل، ونتمنى له ان شاء الله التوفيق وان احنا نكون ان شاء الله عوننا في هذه البطولة. بالعكس، لان انا صراحة